وجهت الفنانة سارة سلامة رسالة للإعلامية الشهيرة ياسمين عز، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك. قالت فيها إنها عديمة المحتوى، وكتبت: لما حد يسألك عاملة عملية تجميل يعني أكيد ما يقصدش ليه انت بيضة، بس سبحان الله على اللي راسه بطحة. ما هي حقن الجلوتسيون اللي واخداها عند الدكتور إياه عشان تبيضي وتبيضي لونك؟ دي أول حاجة خطرت على بالك عشان تنكريها، عشان الشعب كله عارف لونك قبل وبعد الحقن. وتابعت: أكيد يعني لو مسكتي حاجة ومسحتي إيدك أكيد مش هيطلع بودرة، يعني ما هي حقن بالوريد، بس خلي بالك بتأثر على الكلى. دي معلومة نسي يقولها لك فرعونك الدكتور. وأضافت: أما الشعر فهو كله اكسنتيشن طبعا، وعندك كوافير إياه برضو اللي بشوفك عنده دايما الفرعوني السوري. واستكملت: تقيلة دم والكاريزما زيرو والمحتوى زيرو جنب بعض التلاتة. عديمة المحتوى. مين قال ان التجميل عيب اصلا؟ ومين قال انا مش عاملة عملية تجميل؟ ده انا اكتر واحدة اصلا بتكلم وبقول عاملة ايه وفين، بس متصالحة مع نفسي وصريحة مع البنات اللي بتحب تعمل زيي وبيسألوني وبرد عليهم. واختتمت سارة نخلة حديثها قائلة: محدش قال يا جماعة انا ضد التجميل، بس ده مش تجميل، ده كذب ونفاق.